السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، حبايبي. ألف ألف شكر كل اللي يخش، كل اللي يعمل لايك، كل اللي يشترك في القناة. ربنا يجازيكم كل خير يا رب، ما تحرم منكم أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي انتوا مش عارفة والله العظيم ما أنا قادرة أوفي جميلكم عليا. انتوا السند ليا بعد رب العالمين، الله يستركم دنيا وآخرة. طبعا يا جماعة الخير، ما تنساش الدعاء لشعب فلسطين وغزة. انتوا عارفين يا حبايبي، انا كنت عاملة فيديو على اللي هي مرات صلاح ام سما، على اللي كان حصل. كمية يعني كومنتات كتيرة داخلين، اللي بيغلط واللي بيشتم واللي بيعملوا. انا طبعا مش هرد عليهم. شفت لها بقى فيديو يا جماعة الخير، طالعة بقى عمالة. يعني انت يا ام سما، انت طبعا يا جماعة الخير، أنا يعني ما فيش حاجة لا بيني ولا بينها. أنا ما فيش حاجة بيني وبينها، بين البنت دي أو الست دي. عادي، أنا كنت بشوف فيديوهاتها وما فيش أي حاجة، بس أنا لما شفتها إن هي طالعة بتكذب. بتكذب يا أم أيمن، أيوة بتكذب. لأن ده حوار يا جماعة الخير، لأن دي حواراتها كتيرة من زمان. من زمان يا جماعة، من ساعة ما طلعت على اليوتيوب وهي دي بتاع حوارات. ما تسمعوش الكلام بتاع اللي بتقولك أنا ماليش حوارات وأنا ما بكذبش. لا يا جماعة الخير، انت بتقولي ده اللي انتوا بتتكلموا عليها، ولا انا اللي اتكلمت على اللي هي بتخني مع جوزها، يعني مع جوزها اللي هو صلاح ده. ده هي بره اليوتيوب، مش من اليوتيوب. يا ام سما، مفيش لا بره اليوتيوب ولا جوه اليوتيوب، اصلا مفيش خيانه اصلا. مفيش خيانه. انت بتحوري وتدوري وبتعملي افلامانات. يا جماعه الخير، مفيش اصلا لا بره اليوتيوب ولا جوه اليوتيوب. لا بره اليوتيوب ولا جوه اليوتيوب. اسمع بس الكلام ده، لان هي كان حواراتها كتير من قبل كده، ساعة ما قالت ده انا متطلقة وما كانش متطلقة. كله ده عشان القناة تكبر. بس انا عايزة اعرف، طيب، ان انت كنت بتقولي ده انا متطلقة وانت مش متطلقة، دي اهون من ان انت تطلعي على جوزك الكلام ده. وده ابو بناتك، ودي ابو بناتك. يعني انا عايزه اعرف يعني شكله ايه، شكله قدام الناس، قدام المتابعين، قدام بلده، قدام اهله، قدام ناسه، لما انت تطلعيه بالصوره ديك. يعني انا عايزه اعرف، لا كله ده عشان الفلوس، كله ده عشان الدعم، كله ده عشان خاطر القناه. يا ستي ده في 60 ده هي الفلوس والقناه واي حاجه، على سمعه البني ادم، على سمعتك وسمعة جوزك وسمعة بناتك. انت ما تعرفيش يا ام سما ان بيقول لك الراجل ومراته زي القبر وحشراته؟ انت بتشوف القبر؟ القبر كده لما الميت بيدفن فيه يا جماعة الخير، حد بيشوف القبر وحشراته؟ ده انت طلعت كده كده ما حدش يعني انا عن نفسي كرأيي، انا ما حدش هيأمن له، ما حدش هيرضى يكلمه من اي حد، حتى المتابعين اللي بيخشوا لك، المتابعين المحترمين اللي كبروك ووقفوا معاكي وسندوكي، ما يبقاش على امان اصلا ان هو حتى يظهر. على ما سمعت ان بيقولوا لك ما يبانش كمان معاكي في الفيديوهات، وانت طالعه عماله تغلطي. انت طالعه بتغلطي. ما هو انت الغلط ان انت طلعت وعملت الفيديو ده. انت غلطك ان انت عملت الفيديو ده، وبتقولي انا بتبلدش على حد. لا يا ماما، الكومنتات اللي عندك كان بتتبلى على اقرب الناس اليك، وانا مش عايزه اجيب سيرتها. انا مش عايزه اجيب سيرتها، وانت ما كنتش بتمسح الكومنتات. لكن يا جماعة الخير، انا بقول لكم اقسم بالله، ده حوار. ده حوار. هي ام الحوارات ده من زمان يا جماعة الخير. اسمعوا بس الريري كده والفيديوهات بتاع ريري. انا سمعت المقطع ده يا جماعة قبل كده كذا مرة. كان عند مين بقى؟ كانت عطية باين، كانت بحتة باين لأم محمد رفية. ايوه المقطع ده انا سمعته، وكنت متابعة البنت دي من زمان، من زمان انا متابعاها. هم يا جماعة واخدين على كده، واخدين على نظام الشحاتة والتسول. هي العالة كلها كده، هي العالة كلها كده. شوف امبارح لما بقيات طلع وقال الكلام ده ورجع حذف الفيديو تاني، لانه هو عارفها. هو عارفها. ولو هو برضه فتح وطلع اللي عنده، شوفوا بقى هيبقى الدنيا عاملة ازاي. لكن انت طالعة تتبلي وتتكلم على القنوات بتاع النقد. ما قنوات النقد دي اللي بتكشف حقائقكم. ما قنوات النقد دي ما راحوش خبطوا على بابكم وقالوا لكم اطلعوا افضحوا نفسكم لما انت طالعة تقول يا مفاتيح
ويا مفضوحة يا مش مفضوحة. ها، عيب عيب عيب. هو قناة النقد يا جماعة الخير، قنوات النقد دي سواء الريرة او اي حد تاني راحوا خبطوا على بابهم وقالوا لهم طلعوا مشاكلكم، قالوا لك اطلع افضح جوزك. انت بتقولي انا معايا ولاية، انت معاك، انت ما عملتيش حساب لبناتك، انت ما عملتيش حساب لبناتك فيما بعد. اهم حاجه عندك الفلوس، اهم حاجه عندك الدعم. بتقول لك لا وانا اللي جه اللي هدايا اللي جت ديك. ايوه، انت حبيت ان انت عايزه تنكدي على اللي جالها الهدايا، وبعدين دي حريه شخصيه. ما انت جالك وجالك وجالك وجالك. انا بستعجب على كده، انا بستعجب. شوفوا برضه ابو اياد لما بيقول لها ده انتوا بتتصلي بالداعمين وبتعيطي لهم. يا نهار ابيض، يا نهار ايه ادي الرخص ده. ايه يا جماعه الخير ان الواحده تبقى رخيصه بالشكل ده عشان خاطر الدعم وعشان خاطر الفلوس؟ انتم ما تمسوش للصعايده ابدا. ما فيش ست صعيديه يا جماعه تطلع تفضح في جوزها وتفضح في بيتها وتفضح في ولادها. يستحيل يكونوا انتوا صعايده. انتوا على بعضها كده بصراحه. مش عارفه والله العظيم، هقول لله الامر من قبل ومن بعد فيكم. يعني انتوا بتاكلوا ببعض من اول فاطمه. لما فاطمه طلعت والله يا جماعه الخير، انا شفت فاطمه كانت طالعه منهاره من جوزها ده اللي هو جوز ام سما ده، برضه كان عامل وعامل وعامل فيها، وكان متغاظ منها برضه من اللي كان بيجي لفاطمه. طب ما انتوا جالكم بقى زيكم زي فاطمه، من الشحاته ومن التسول. انتوا معروفين يا جماعة الخير. بس ما فيش يا جماعة الخير ست سعودية تعمل كده. انا اعرف الست السعودية دي بتبقى اصيلة، بتبقى عندها مبدأ، بتبقى عندها كرامة، بيبقى عندكم الصعايدة دول عندهم عزة نفس يا جماعة الخير سواء الرجالة او ستات. انا اعرف الراجل الصعيدي ده بيبقى راجل بمعنى الكلمة، لما بيدب رجله كده ده راجل صعيدي بياكلها من عرق جبينه. مش قاعد الراجل من دول يبقى قاعد زي العجل جنب الواحدة وهي تطلع تعمل افلامانات وتتبلى عليه وتتبلى على ده، وعايزه تعمل بقى حوار وسلسله بقى على رأي بقى سلسله حقايق بقى وسلسله دم. لكن انت طلعوا بقى قنوات النقد عرفوكي بقى ان الله حق وكشفوكي. انت اتكشفتي، انت اتكشفتي. فيا جماعه الخير، مش كل الصعايده يا جماعه، محدش ياخد يعني ذنب واحده او اتنين او تلاته بالصعايدة كلهم. الصعايدة دول يا جماعة رجالة بمعنى الكلمة وستاتهم محترمين بمعنى الكلمة. لكن انتوا مش عارفة، انت يعني قال لي انت عملت ده، قال لي انت عملت ده. انا يعني انت بتندم ان انت عملت الفيديو؟ طب وانت كنت فاهم لما طلعت بالفيديو ده؟ انت كنت فاهم؟ ويا جماعة الخير اسمعوا كلامي، مفيش لا في واحدة لا بره اليوتيوب ولا جوه اليوتيوب، مفيش اساسا اصلا خيانة. اعملوا حسابكم، مفيش لا بره اليوتيوب ولا جوه اليوتيوب. دي هي بس حجة، يا طالعة مش عارفة تعمل ايه ولا تقول ايه، زي ما بتطلع كده تتمحلس وتتنمس قدام الناس. ويا بنات يا بنات يا بنات يا بنات، انا ما شفتش ولا هشوف عشان خاطر الفلوس تضيعوا كرامتكم في الارض وتفضحوا نفسكم وتبقى فعلا مفاضيح. انتوا فعلا